بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد الصادق الوعد الأمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخيرات والمسرات أحبتي في الله. حبيت نعمل هذا الفيديو اليوم أنا خصيصا حول انتشار سلوك سلبي وانتشار ظاهرة سلبية في الوسط التربوي، حيث أنه في ختام كل موسم دراسي وخاصة عند نهاية آخر امتحان تتزين شوارعنا وطرقاتنا، ولكن بأي شيء تتزين للأسف الشديد؟ تتزين بكراريس وبكتب ممزقة في الشوارع التي تكون عرضة لأقدام الناس وإلى السيارات، إضافة إلى انتشار الأوساخ في الشوارع خاصة المؤسسات التربوية. عمال النظافة يتعبوا ليل نهار من أجلنا احنا ومن أجل نظافة محيطنا، ومهندس النظافة بويك يا ابني تلميذ، وعمك وخالك وجارك كل يوم يتعب، تسمى انت راك خلقت له تعب آخر. حتى اسم الله عز وجل لا تخلو كتابته في أي مادة من المواد على غرار مادة التربية الإسلامية. اللغة العربية لغة القرآن الكريم، بالله عليكم يا أبناء التلاميذ، لغة القرآن يجب أن تصان لا أن تهان. الله عز وجل كرمك بالعلم وبالعقل وميزك وفضلك على كثير مما خلق، باه أنت تدنس كلمته ولغة القرآن في آخر سنة تمزق الكتاب وتمزق الكراس وطيشهم في الشارع، وراح تخلق فوضى أخرى. ثم ايش راح نقول لأبناء التلاميذ؟ نصيحة: احتفظ بكراسك، احتفظ به، تقدر تدير به خير، خليه لخوك، المرة الجاية راح يزيد يستفاد به، والله جارك راح يزيد يستفاد به. الأوراق البيضاء اللي تبقى لك قطعها، خبيها مسودة للعام المقبل. هكذا راك انت مجهوداتك ومجهودات الوالدين تاوعك ومجهودات الطاقم التربوي والمعلمين مدة سنة كاملة، من بعد تطيش انت الكراس. كاين فيه معلومات حتى كريس اللي راح تحتاجها العام المقبل. سبحان الله العظيم. يا ابناء التلاميذ، هذا راه سلوك سلبي، هذا راه سلوك كان مكانش. احنا كنا كراريسنا نخبيهم، ونمدوهم لزملائنا يستفادوا منهم العام المقبل. حسن صوتك ابني تلميذ، ادرسوا. الدولة الجزائرية راهي تقدم في كل مجهوداتها في سبيل الرقي بالعلم والتعلم في هذا الوطن اللي ضحوا عليه أجدادنا الله يرحمهم. نسأل الله العفو والعافية. نظن أنه هذه مسؤوليتنا نحن جميعا، وبدرجة أولى الأسرة والوالدين. احكموا ابنائكم، وعيوهم، تكلموا معهم، حبوهم في الدراسة. قال يا وليدي هذا راه سلوك سلبي، راه كان مكانش. بالإضافة إلى المؤسسة التربوية إن شاء الله نشوفوا احنا حملات تحسيسية حول هذا انتشار هذه الظاهرة، لأن هذه الظاهرة استفحلت مؤخرا فقط. في سنوات سابقة كانت مكانش هذه الظاهرة. أسأل الله عز وجل أن يهدي أبنائنا وأن يوفقهم في دراستهم إن شاء الله. نغتنم الفرصة إن شاء الله بأن نقول أبنائنا المقبلين على شهادة التعليم الأساسي وتعليم الثانوي، نقول لهم بالتوفيق، وربي يوفقكم ويسر أموركم إن شاء الله، وكلكم ثقة في أنفسكم إن شاء الله باش تجوزوا هذا الامتحان وباش تنجحوا إن شاء الله. ربي يوفقكم إن شاء الله ويسدد خطاكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.